احنا ما خسرناش، لا احنا ما خسرناش، احنا اتفشخنا، اقسم بالله اتفشخنا. العيال مسكونا فشخوا لاعيبتنا حرفيا، اقسم بالله مسحوا كرامتهم النجيله. ده مسكونا عملوا لنا زحافه في الملعب 6-0 زحافه، خلونا بقينا عبره. المنتخب المصري بقى عبره، اقسم بالله اللي هيقابل المنتخب المغربي هيتفشخ هيتفشخ هيتفشخ. علميا منتخب مصر خسر من منتخب المغرب، عمليا منتخب مصر اتركب من منتخب المغرب. احنا اتفشخنا، وده كان المنتخب اللي احنا كنا حاطين عليه امل يرجع لنا بالبرونزيه، ورجع لنا رجعه نرجس وفوزيه. لحد اخر لحظه المنتخب المغربي ممرمط المنتخب المصري، تحسها خناقه، كان ناقص يقول لهم كده رابك فين؟ مفيش في وشك مكان. هو في ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه، يعني ايه 6؟ انا بدع يا وديع، انا بنهار يا انتصار، مش عايز اعيط بس ايه ده؟ انا عايزك سؤال اللي زعلان، زعلان ليه يالا؟ احنا خدنا ثواب، اللي بيبقى ماشي في شارع وياخد الشباب معاه يصلي ياخد ثواب، حسابها معايا كده 6 جوان ب6 سجدات، وسجده بعد الشوط الاول وسجده بعد الشوط الثاني، 8 سجدات، صلوا العصر علينا يا جماعه، ثواب ده ولا مش ثواب؟ قعدنا نتنطط على الخروج المشرف، نتنطط على الخروج المشرف، فخرجنا بلا شرف. كل ما افتح الاقيهم جابوا جول، هترجع لكم المغرب طيب؟ يا اخوانا نقول لهم عندنا حاله وفاه ونمشي عادي. اطفي النور على الملعب الرابع، صوتوا يا اخوانا يمكن حد يحس يصوت يالا. المغرب جابت الخامس، المغرب جابت السادس، احنا نصوت. ده بالشحات وضرب الشيبي بالقلم. لما تاخدوا حقكم خدوا حقكم من الشحات مش من مصر كلها، وتكسبونا 6-0. ارحمونا يا جدعان، احنا مالنا احنا بالشحات. النهارده كان يدخل فينا جون نروح نجيب الكرة ونرجع بسرعه، ما تسكت. بتجيب الكرة ليه؟ ما تقعد نام، قول لهم احنا تعبانين. انت خسران من المغرب وعمال يدخل فيك اجوان وعمال تجيب الكرة وترجع، ايه السبب؟ عايز تعمل ايه؟ تتعادل؟ انا كنت عارف ان احنا نخسر من المغرب، خلي بالك، بس مش كده. يعني المغرب منتخب فارق عنك في كل حاجه، في كل حاجه، بس ايه تخسر منه 6؟ ده انا كنت خايف يمضونا على حاجه والماتش شغال. قعدتوا تقولوا لقاء الأشقاء والأخوة العرب والجو ده كله، مفيش شقيق بيعمل كده في شقيق، مفيش. 6 ألم تأخذكم رأفة ورحمة بنا، يعني 6 ليه؟ ليه 6؟ تعيشني هذا الشعور ل4 سنين قدام لسه جايين، ليه؟ هو اللي احنا كنا بنلعبه ده منتخب المغرب، فهموني يا جدعان، ده منتخب أوروبي، ده منتخب جامد قوي. ايه يا مغاربه؟ انت متخيل المغرب هتعمل ايه في افريقيا؟ المغرب هتنيم افريقيا ابن المغرب. انت بتتكلم في لعيبه وكواليتي عالي جدا، بتتكلم لعيبه في منتخب المغرب مرعبين، مرعبين حرفيا، منتخب قوي حرفيا، منتخب قادر على المنافسه في اي بطوله. 6 يا مغاربه، فوره من كام؟ ده احنا صعبنا على الحكم، صعبنا على الحكم، والحكم صفر، ما حسبش وقت الضغط. قال لك ايه ده؟ 6 احنا عمال نضحك وبنتريق على نفسنا من الغل، ودي اصعب حاجه، من الغل. انت مش عارف تعمل ايه، انت عمال تتريق على نفسينا. يلا يا رجاله معلش مش مشكله، عادي دخل فينا الجون الاولاني عادي، يعني نقدر ان شاء الله نتعادل ونكسب. معلش هي لعيبه المغرب بتسجد عشان سجلت، تقبل الله يا رجاله. الجون الثاني هم لسه بيسجدوا برضه، تقبل الله يا رجاله. الله، الجون الثالث هم لحقوا مش لسه ساجدين برضه بيسجدوا تاني. الرابع هم اللي جابوه صح؟ ولسه بيسجدوا برضه. تقبل الله يا رجاله بقى، يا ريت كفايه، ها احنا عرب زي بعض ماشي. الخامس ده صح؟ وبيسجدوا تاني برضه، ها؟ تقبل الله، تقبل الله. احنا جايين النهارده نقول للعيبه منتخب المغرب تقبل الله بعد كل سجده بقى ايه ده؟ بيسجدوا تاني؟ تقبل الله يا رجاله. انا نفسي افهم بس اشحال ان احنا ما كناش عرب زي بعض، كنتوا عملتوا فينا ايه؟ كنتوا خدتوا اللبسه بتاعتنا يعني ولا ايه؟ حرام عليكم. ايه الفرحه المبالغ فيها دي؟ امال لو جبتوا ال7 كنتوا عملتوا ايه؟ لو جبتوا ال7 كنتوا عملتوا ايه؟ لما 6 عادي وفرحانين قوي كده، ايه الفرحه؟ قعدتوا تلفوا في الملعب كده عشان تجيبوا ال7 ما عرفتوش. ليه؟ لان احنا كنا اسود واقفين كده قافلين الملعب، قلنا ال7 مش هيدخل. عارف ليه ياض؟ عشان مش مصر يالا اللي تتغلب 7، مش مصر ياض اللي تتغلب 7. طب الفضيحه بتبدا من 3، احنا كده دي مش فضيحه، دي فضيحه برو ماكس، اقسم بالله ده مفيش مصر يقدر يرفع عينه في مغربي بعد كده، يا ريتها في افريقيا، ده قدام العالم كله. سيبك بقى، بلا بتاع بقى، فكك، ناس دارسه كوره، ناس بتفهم كوره، مش الاتحاد المقرف اللي عندنا.